شوف انت جاي منين وانا جاي منين، شوف انت واكل ايه وانا هاكل ايه، شوف انت لابس ايه وانا لابس ايه، وسع 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 وسع. حلقة النهاردة يا جماعة هنتكلم على كل الفود ترندز اللي حصلت في 2022. طبعا اي حد فينا قاعد على الانترنت وزي حالاتي فاضي ما بيعملش حاجة انه بيتفرج على اكل، هيلاقي انه ثرو اوت ال 12 شهر اللي فاتوا حصل كمية فود ترندز مش طبيعية. في حاجات كتيرة جدا انا شخصيا جربتها وفي حاجات انا ما جربتهاش. يلا بينا نشوف. اول يا جماعه ترند الكرواسون المدور. طبعا اي حد نزل الزمالك، راح التجمع، راح شيخ زايد، هيلاقي اماكن بقت بتعمل كرواسون على شكل دوريه، يا فستق يا شوكولاته يا فراوله، حاجات كده ايه تحفه. انا بصراحه ما جربتوش لحد دلوقتي بس هو شكله حلو، بس حاسه اني ممكن ما يكونش حلو زي الصور. اكيد في اماكن هتبقى بتعمله احسن من الاماكن التانية. تاني ترند يا جماعه هو السان سيباستيان كيك. السان سيباستيان كيك دي تشيز كيك محروقه كده، تحس شكلها محروقه وبيتحط عليها يا كراميل يا شوكولاته. هموت واجربها. انا ما اعرفش ليه بقت ترند دلوقتي، بس انا شخصيا جربت كل حاجه الا ان انا احط كيلو شوكولاته على تشيز كيك. بصراحه المفروض بقى يا جماعه ان السان سيباستيان تشيز كيك دي تبقى كريمي وخفيفه جدا مش تقيله، لانه طبعا ان احنا بنحط عليها شوكولاته او كراميل او جناش ده معناه ان ما ينفعش تبقى هي كمان تقيله والشوكولاته تقيله معاها. ادعوا لي كده ان انا اجربها، بس انا حاسه ان انا ما عنديش الثقه ان انا اجرب حاجه محطوط عليها كميه الشوكولاته دي لسه. الترند يا جماعه اللي هنتكلم عليه دلوقتي هو الباتر بورد. برضو اي حد عنده تيك توك وانستجرام كان هيشوف ان هما بيجيبوا عادي البلانشه اللي بنقطع عليها الخضار والفاكهه وحطوا عليها زبده، بتبقى زبده كده مسيحينها وبيحطوا عليها بقى حاجات كتيره جدا. انا مثلا شفت واحد كان عامل على تيك توك باتر بورد بالهريسه وبالسويت بيبر، في ناس جربتها بالسكالانس، في حد اعرفه عمل باتر بورد بس بدل الباتر حط فول وكان شكلها يعني اجرك الله. بس بصراحه يعني ترند كان شكله حلو قوي كمان للعينين، وكل الناس تقريبا حاولت تبدع فيه. ارجعوا بقى معايا كده لشهر واحد من السنه دي وافتكروا سكويد جيم. سكويد جيم ده كان مسلسل كوري، انا شخصيا يعني برضو اول ما نزل اتفرجت عليه وترعبت. والمسلسل الكوري ده يا جماعه كان فيه نوع من انواع الكاندي اسمها دالجونا. دالجونا كاندي دي بتبقى عباره عن زي عادي كاندي بالسكر ومعموله بالقهوه، معموله على شكل مثلا نجمه، على شكل امبريلا، على شكل معرفش ايه. واتشهرت قوي الترند ده عشان في سكويد جيم، مش لازم احرق المسلسل اللي ما اتفرجوش عليه، بس المفروض ان الراجل كان بيحاول يكسر الدالجونا كاندي وما يبوظش الشيب بتاعها. انا ما جربتهاش بصراحه، بس حاسه ان هي تبقى عادي زي العسليه وهم مكبرين الموضوع، يعني مش عاملين حاجه جديده. دي بتتعمل من السكر وبيتحط عليها بيكربونات الصوديوم بس، وبيقعد يتقلب جامد جدا لحد ما يعمل زي رغوه كده، وبعدين بتتساب خالص لحد ما تهدى، وبعدين بيجيبوا زي اسطمبات كده زي اللي احنا بنعملها بتاعت الكحك والمعمول والكلام ده، وبيعملوا بيها الاشكال دي. حصل يا جماعه ترند على تيك توك اول السنه لحاجه اسمها الكورن ريبز. اجان احنا عارفين كوز الذره الطبيعي بره في امريكا وفي الدول المتقدمه قطعوه كانه ريش، يعني عملوه كانه كورن ريبز فيتاكل زي الريش بدل ما يتاكل كله حاجه واحده. جربوا بقى يعملوه في الاير فراي، جربوا يحطوا عليه باربيكيو، جربوا يحطوا عليه كل الحاجات، بس اتعمل كانك بتاكل زي بطاطس او بطاطا كل واحده لوحدها مش كوز كامل. في ترند يا جماعه برضو اول السنه حصل، العائله الفلسطينيه المحببه لكل البني ادمين بيلا حديد وجيجي حديد واكلهم اللي هم بيعملوه على تيك توك. بيلا حديد عملت سندوتش في اول السنه فيه 19 مكون مشترك. ده انا حتى يعني احنا كلنا في الدنيا لو عملنا عك عمرنا ما هنعمل 19 عكايه. فانا بصراحه مش حافظه ال 19 مشترك وهقوله لكم دلوقتي وهموت واجرب السندوتش ده. بصوا بقى يا جماعه، السندوتش ده فيه عيش تركي، سلامي، جبنه بروفولون، طماطم، بصل، خس، زيت زيتون، خل بلسمك عشان لو زيت الزيتون ما نفعش، ملح، يعني خلاص انا زهقت، فلفل، اوريجانو وريحان، بس ريحان ايه مش اللي هو الفريش، ريحان الدراي، شطه، مايونيز، مستردة، ليمون، خل تاني غير خل البلسمك عشان هما الاتنين مع بعض بيعملوا حاجه تانية، الفلفل صغير اللي هو اسمه بيبرونشيني. انا شخصيا حاسه انه ايه العيش اللي هيضم كل الحاجات دي؟ هجيب عيش فولاذي عشان يحط 19 حاجه وثلاث ارباعهم حاجات تبوش السندوتش اصلا. بس بصراحه it sounds like سندوتش خطير. لو انا عندي ال 19 مكون ده في البيت وده عمره ما بيحصل، ممكن اعملها واجربه ويبقى طعمه تحفه. في يا جماعه برضو ترند حصل مش بعيد قوي وده كنت هموت واجربه وعمري ما جربته عشان حاسه ان ماما
هتكربجني لو جربته، هو السيريال بانكيكس. البانكيك طبعا بتبقى كبيره، الناس جربت تعملها صغنونه خالص، وبدل ما تتاكل زي البانكيكس عليها سيرب اتعملت بلبن، فكأننا بناكل كورن فليكس بس على شكل البانكيكس. انا حاسه ان دي فكره حلوه، بس لو احنا حطينا لبن على البانكيكس وسبناها 3 ثواني هيبوش، فهنبقى بناكل عجينه. كان نفسي اجربها ان ثيري، بس حاسه انها يعني الا بقى لو عملنا بانكيكس وحطيناها الفرن مثلا حرقناها فبقت فيها شويه صمود، ما اعتقدش ان هي تبقى فكره حلوه الا لو اتعملت واتاكلت في ثانيتها يعني. اخر حاجه انا نفسي اتكلم عليها يا جماعه هو دي بصراحه ده مش ترند ولا حاجه، بس ده كان فيديو بيضحك جدا لكاندل جينر السوبر موديل، وهي بتقطع خيارايه. سبحان الله، انا شخص ما بيخشش المطبخ، واول مره في حياتي اشوف حد بيقطع الخياره كده، يعني زي ما تقريبا ايه يعني بتقطع الخياره كانها بتاكل حد في فرحها ولا حاجه. فاحنا هنتفرج على الفيديو ده وبعدين ننهي الحلقه. Be careful, because I nicked myself the other day. I don't know, I'm kind of scared. There you go. I'm not a good cutter, so don't zoom in on me. طيب يا جماعه، دي كانت حلقه ترندات 2022. هل جربتوا حاجه منهم؟ هل عايزين تجربوا حاجه منهم؟ انا شخصيا بصراحه نفسي واجربهم كلهم. هو نوز، يمكن الحلقه الجايه اجرب حاجات من الحاجات دي. قولوا لي نفسكم تجربوا ايه، وقولوا لي نفسكم في 2023 الترندز تبقى عامله ازاي، او ايه ممكن يرجع. يلا اشوفكم الحلقه الجايه.